السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا هنقول النهاردة موضوع خطير ومهم جدا وعايزكم تركزوا فيه شوية. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. اول سؤال واخر سؤال ومعظم الاسئلة، هو التكلفة كام؟ بصوا يا جماعة، احنا بفضل الله علينا موفرين معظم العمليات، بمعنى كلمة معظم دي اللي هي كل تقريبا العمليات تبع التأمين والقرارات. اللي مش عايز الروتين الحكومي ده بيبقى حاجة تانية، اما غير كده احنا حتى بنبادر في عيادتنا بان احنا بنقول ليك تأمين ولا ليك قرار. فاحنا مش الحمد لله مش متأخرين على حد في حاجة. النسبة القليلة اللي هي 1% اللي هي ولا حاجة من ضمن عمليات العظم، اللي هي زي التيبسات بأنواعها أو الحقن الأسمنتي أو للأسف الجنف، لأن العمليات غير تكلفتها أصلا غير متغطية في العمليات. بالنسبة لأجر المستشفى كده كده احنا العمليات ديت ما بيطلعناش منها حاجة. أما بالنسبة للعمليات التانية دي كمان بتوقع المستشفى، فعشان كده ما بتبقاش موجودة، وديت أصلا كمالية، يعني عيان مش محتاج، مش هي دي اللي موقفة حياته. أما اللي مكسور بدمه أو الكسر ما لحمش أو مشاكل اللي ملهاش أول ولا آخر اللي موجودة عندنا في العظم، المناظير، المفاصل، الكسور بتاعة العمود الفقري، كل حاجة متوفرة تبع التأمين والعمود والقرارات. فحضرتك مفيش داعي، أو الفيديو بقى رسمي على القناة سواء كان على اليوتيوب أو على الفيس، وبقول لحضرتك إنها متوفرة. بس لازم حضرتك تتشخص الأول عشان نشوف هنعمل لك إيه. ده أول سؤال. السؤال الثاني الأزلي، إيه التشخيص وإيه العلاج؟ يا جماعة للمرة المليون، يا جماعة التشخيص كله من أوله لآخره بالكلمتين 3 اللي بنقولهم مع بعض، اللي ممكن يوصلوا لغاية نص ساعة حوار ما بيني وما بينك، والفحص. الأشعات يا جماعة لما بنطلبها بيبقى في بعض الحالات النادرة، والهدف بيبقى فيها غالبا مش التشخيص، ده الخطة الجراحية، يعني هخش منين واروح فين واشيل ايه واسيب ايه واوصل ايه، حاجات من هذا القبيل، مش موضوع. اما موضوع انك بترمي الاشعات على كل المواقع اللي موجودة في الوجود ومستني تشخيص وعلاج، مفيش حد بيتضرر في الموضوع ده غير حضرتك. الكلام ده تماما بعيد. يعني مثلا كل الاشعات اللي حضرتك هتعملها هتلاقي مثلا لو كان على الركبه غضروف ورباط صليبي معاه ولا مش معاه، يبقى كل معنى كده ان كل الحالات هتبقى ايه الفرق ما بين غضروف وغضروف؟ يعني ايه الفرق ما بين غضروف هلالي في مريض وغضروف هلالي في مريض تاني؟ الفرق يا جماعه هو الكلمتين والتشخيص، اللي هو الفحص، نتيجه الفحص ايه اللي بنشوفه وبنحط الحاجات على بعض عشان اقول لك الوضع عامل ازاي. اما موضوع بالاشعه، طبعا الاشعه فيها غضروف في الرقبه، يلا اعمل عمليه. يعني ايه اللي حضرتك متوقع ان الاشعه هتفرق فيه في التشخيص؟ لو نفس الاشعه دي اللي عملتها على الركبه اليمين جيت عملتها على الركبه الشمال هتلاقي نفس الغضروف، والركبه الشمال ما بتوجعكش. فعايزين بس نوسع مدارك بعض ان الاشعات والتشخيص والعلاج اللي عن طريق النت ده حقيقي تاني مفيش حد هيتأذي فيه غير حضرتك، فما تعتمدش عليه. والحمد لله الدكاترة موجودين في معظم العيادات اللي موجودة في المستشفيات، فانت حتى لو ما عندكش امكانيات انك تروح خاص انزل وروح عام، يعني ما تبقاش انف وانزل روح على العام. ما نبتدي بقى في الاسئلة كمان الغريبة. هو انا لازم اتابع بعد العملية؟ اصلا اموري كويسة، فتبقى اموره كويسة لغاية لما يعمل تكة تتقلب الدنيا سواد. يعني يجي عند مثلا عمل عملية وحمل بنسبة بسيطة في وقت مش المفروض يحمل. طب ايه اللي متوقع؟ يا الشريحة اتكسرت، يا المسمار خلع، يا مش عارف ايه حصل، وتخش في سايكل ملهوش اول ولا اخر. بس
عشان حضرتك كسلت تنزل من بيتك تروح للطبيب اللي بيعالجك، وتخش وتجيلنا احنا بقى بالحاجات اللي هي ملهاش اول ولا اخر. فارجو من حضرتك انك تاخد الموضوع مش معنى انك عملت العمليه وربنا وفقك والامور مستقره انك ترجع تاني لمسلسل اللي هو يعني نقدر نقول ايه بقى، يعني مهمل في نفسك، خليها باهون الالفاظ، وتلاقي الدنيا بعد كده قلبت وحش قوي. ده كله عشان ما نزلتش والطبيب قال لك الكلمه البسيطه اللي انت كنت مستهون بيها، لو سمحت ما تدوس دلوقتي، بناء على الاشعه والفحص لو سمحت ما تدوس دلوقتي، لان لسه ده انا مش حاسس بحاجه واموري كويسه، براحتك. فهي دي النقطه، حضرتك اهتم بنفسك حتى لو كانت امورك كويسه لغايه لما تقف على بر الامان، ومفيش حد بعد كده لا انت عايز تشوفه ولا هو عايز يشوفك، بس ارجوك حافظ على نفسك. طيب تلاقي واحد تاني، نوع تاني من الشخصيات، عمل العمليه في حته وبيتابع على النت. ده سواد تاني بقى، يعني ده سواد تاني ان هو مسلم نفسه بالشكل دوت. يعني عمل مسمار في مثلا برضو بأبسط الحاجات، مسمار نخاعي امتى ادوس، يعني عندي تيبس في الركبه افكها ازاي، طب ده هل مش عارف ايه، هل ده طبيعي ولا مش طب هو معنى ان عندك تيبس بعد شهر ده طبيعي ولا طبيعي؟ والطبيب هيعرف ازاي؟ يعني هل في تلوث ولا مفيش تلوث، ولا ده الطبيعي فعلا ولا ما بتبقاش عارف. ده اقرب لشغل التنجيم، ده مش شغل طبي. وزي ما قلنا وبنقول وهنقول ان كله متاح، يعني حضرتك لو مش متاح معاك انك تروح للطبيب، الطبيب ده بيبقى ليه عياده في المستشفى اللي هو بيشتغل فيها وبيروحها، فحضرتك تقدر تتابع. اما موضوع انك تبقى قاعد على السرير وعمال تبعت واتسابات ومش عارف كلام خايب زي دوت، اكيد النتيجه هتبقى معروفه للكل يعني. طيب هي المفاصل برضو دلوقتي من ضمن الحاجات، احنا طول عمرنا الحمد لله بنشتغل 5 أيام عمليات في الاسبوع تقريبا، لدرجه ان احنا قافين العياده يومين غير يوم الجمعه، يعني احنا بنروح عياده واحده بس 4 أيام لان المجهود في العمليات كبير. فكنا معودين الناس ان بيجي يتعمل القرار ما بيقعدش، ده لو خاص ما بيتعملش بسرعه الايه الحكومي. فتلاقي المفصل متاخر دلوقتي للاسف، داخلين في 3 و4 شهور. دي ازمه على مستوى الدوله يا جماعه، فدي ازمه على مستوى الدوله. انا عايز اقول لك انك حضرتك لو طلعت من جيبك فلوس عشان تعمل الخاص، ما بقاش في مفاصل خاص جوه الدوله، يعني الشركه اصلا ما عندهاش مفاصل، مش عارفه تستورد من بره. فحضرتك دي ازمه على الكل، كل فتره بتنزل على كل مستشفى عدد معين محدود من المفاصل على قد امكانيات اللي بتقدر تتوفر في الفتره دي. مفيش داعي للحرق ويمين وشمال وانا هعمل ايه وهكلم مين والكلام الفاضي ده. هو حضرتك بعد ما بتاخد القرار بيترفع على قوائم انتظار الرئيس، وبعد كده بتتحول بسيستم بميكانيزم ما على الوزاره بتحط ترتيب عندها وبتبعت المفصل للمستشفى باسم المريض وباليوم. يعني حتى لو كان احنا كنا في الاول بنحدد الايام، يعني مثلا انا بشتغل عمليات المفاصل يوم الثلاث في الاحرار مثلا، فدلوقتي لا، ممكن تلاقي الوزاره بعت المفصل بتاع المريض على يوم مش بتاع يوم، وطبعا بنروح يعني سبت او حد او خميس، اي يوم غير اليوم ده. فهي بتبقى زي تقدروا تقولوا عليها بالترتيب على حسب ما الوزاره بتشوف. فزي ما بقول لحضراتكم مفيش داعي للحركه الكتير. ان شاء الله الازمه ديت اكيد زي اي ازمه هتعدي وهنعمل. انا تعبان او انا تعبانه، الله يكون في عونكم واجر وعافيه، وان شاء الله اول لما الحاجه توصل الوزاره نفسها بتكلم حضراتكم والمستشفى بتكلم. يعني المحاضره الهدف الرئيسي منها اللي هي البند بتاع اللي هو اول واحده، اول سلايد موجود. احنا يا جماعه بفضل الله موفرين للكل كل انواع العمليات، لان حقيقي
الواحد بقى الظروف بتاعت الناس ما بقتش قد كده هو، وطول عمرنا كنا واقفين، بس دلوقتي بقت رسمي. يعني انا بقول لحضراتكم كل حاجه متوفره، الكسر كله موجود في المستشفيات، بس الاجراء الاداري والروتيني اللي هو عادي وتاخيره مش فارق. يعني مثلا حضرتك لا قدر الله انكسرت، فقعدت اسبوع اسبوعين على ما تخش العمليه ولا حاجه، بريلاكس لغايه لما الدنيا تبقى كويسه وهتخش في الدور. اما موضوع العفرطه والتنطيط، وتاني حاجه ابعدوا يا جماعه الوسائط. اسوأ حاجه في الوجود استعن بالله بس. احنا عندنا علميا في حاجه اسمها ريكومندوما. الريكومندوما ديت كل انواع المصايب، لما الدكتور بيوصي على حاله بنعرف ان في سواد هيجي من وراه. فاستعن بالله، بلاش توصيات. لو صدفت زي اي تخصص واي حاجه موجوده في اي حته في الدنيا ان قابلت حد سيء الاخلاق لاي سبب من الاسباب، ده مش معناه ان الكل كده. ودوت حضرتك شوف حد تاني وخلصنا. يعني ما تقعدش تحرق في نفس المنطقه، خش عدي بقى المرحله دي. صحه حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.